وقبيل توجهه إلى السنغال، كان أردوغان في جولة في أمريكا اللاتينية اخترقت صفوفها احتجاجات في الإكوادور تنديدا بالسياسات التركية تجاه الكرد وسوريا. اضطر الرئيس التركي إلى تغيير مساره للتهرب من تظاهرات طلابية احتجاجا على زيارته. هذا وقد استدعت السلطات في الإكوادور سفير تركيا لديها للاحتجاج على اعتداء مرافقي أردوغان على 3 نساء. احتلت اعتداءات حراس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مواطنين إكوادوريين اهتمامات الصحافة والإعلام والسياسيين في البلاد رغم مغادرته كيتو. أردوغان لم يحظى بترحيب شعبي، بل كان الترحيب به عبر يافطات وهتافات وصفته بالإرهابي والقاتل. أثناء إلقائه كلمة داخل معهد الدراسات الوطنية العليا، حاصره الرافضون لزيارته وسمع الاتهامات ومطالبته بالرحيل، وفيما تكفل حراسه بضرب بعض المحتجين ومنهم ناشطة حقوقية، وجد أردوغان نفسه مرغما على قطع كلمته والمغادرة سريعا. الاعتداء على المحتجين تجاوز حدود الإكوادور إلى دول في أمريكا اللاتينية، حيث جرى التنديد بانتهاك سيادة البلاد. الموقف نال حصة أيضا في وسائل الإعلام التركية. صحيفة توداي الزمان نشرت المقطع المصور لمقاطعة المحتجين خطاب أردوغان، وأضافت إن جولته في أمريكا اللاتينية واجهت موقفا مشابها في تشيلي، حيث الاحتجاج على الزيارة أمام القصر الرئاسي في سانتياغو. وفيما كان أردوغان يسعى لتقوية العلاقات الثنائية مع البلد اللاتيني، تجمع المنددون بينهم برلماني وأبدوا رفضهم استقبال أردوغان وطالبوا بطرده ووصفوه بالقاتل الداعم للإرهاب، وهو ما جاء على لسان منظمات إنسانية ذكرته بما وصفته بالمجازر ضد الأرمن والكرد.